السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه ده، طبق مكرونة اسباجيتي من غير تسبيك طماطم، وفي حلة واحدة بس من غير دوشة كتير. المكونات موجودة عندك، هتقومي دلوقتي تعمليه حالا وطعمه جنان. وكل اللي هنحتاجه ايه؟ حاجات بسيطة جدا: بصل، طماطم، فلفل حامي. مش عايزة فلفل حامي براحتك خالص. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الطبق الجميل ده. عندك طماطم ناشفة 4-5 طماطميات، مش اكتر من كده. هتقطعيهم مكعبات صغيرة. ممكن تزودي خضار زي ما انت عايزة، يعني ممكن تحط لها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ممكن تحطي فلفل الوان لو حابة. مش حابة خلاص، كفاية البصل والطماطم من غير بقى ولا فراخ ولا لحمة. عندك بصلاية كبيرة زي دي كده بتقطعيها برضو مكعبات. ممكن تقدمي جنب الطبق ده شاورمة فراخ، ممكن تعملي جنبه بطاطس محمرة زي ما يعجبك. عندي قرنين الفلفل الحامي زي ما قلتلك، ده اختياري، مش عايزة تحطيهم بلاش. تعالي بقى في حلة كبيرة كده هنحط كل المكونات اللي احنا قلنا عليها دي. هنحط المكرونة، المهم انها تكون حاجة كبيرة، حاجة واسعة. هي الحلة يا اما ممكن طاسة بغطا تبقى واسعة معاكي عشان تاخد المكرونة كده بطولها زي ما انت شايفة. عايزة تكسريها برضو مفيش مشكلة. عايزة تغيري نوع المكرونة خالص، تحطي مثلا مكرونة قلم، مكرونة مقصوصة، مكرونة سوسته، مكرونة قوقعة، زي ما تحبي. تنفع بأي نوع مكرونة. زي ما انتوا شايفين كده حطيت المكرونة والبصل والطماطم والفلفل الحامي. وعندي بقى هنا 3 معالق كبار من الصلصة علشان تديها لون حلو كده. ما تنسوش ان احنا مش حاطين صلصة طماطم، احنا حاطين طماطم مكعبات. فال3 معالق صلصة دول هيدوها لون حلو. هتحتاجي بقى للتوابل ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات، يعني نص معلقة من كل حاجة كده، كزبرة ناشفة ومكعب ماجي. وهنزل على كل المكونات دي بالمية المغلية. اهم شيء المية تكون مغلية علشان المكرونة ما تلحقش تمسك في بعض. ما تنسيش ان احنا مش سلقينها. كله في حلة واحدة يا جماعة زي ما انتوا شايفين. هغطي بقى الحلة بتاعتي دي واسيبها تاخد غلوة على النار. دلوقتي حبايبي كده هي خدت غلوة اهي، لازم اقلبها علشان المكرونة ما تمسكش في بعض. وعندي طبعا المية المغلية بزود شوية بشوية لحد المكرونة ما تستوي معايا. شايفين الجمال واللون؟ ودلوقتي يا حبايب قلبي المكرونة بتاعتي استوت زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال؟ ممكن زي ما قلتلك تقطعي عليها مكعبات من الفراخ وتشوحيها الاول. ما ينفعش تحطيها نية، لازم تشوحيها الاول مع البصل وبعدين تسقطي عليها المكرونة. هغرف بقى المكرونة بتاعتي. يا جمال، شايفين الطبق يا جماعة؟ شكله تحفة وطعمه مش قادرة اقولكوا. طبعا المكرونة استوت في قلب الصلصة وخدت بقى من طعم البصل والطماطم والصلصة، فطعمها روعة. طبق ولا اسهل من كده وفي حلة واحدة زي ما قلتلكوا. يا رب الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حبايب قلبي لو الوصفة بتاعتي عجبتكم تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي ان شاء الله.